هل الموضوع بكونه ان هو اتحل وديا يبقى كده الموضوع خلص؟ لا، هو الموضوع وديا طبعا. يا ريت احنا نتمنى لكل كموقف الموضوعات. يعني. الموقف طبعا احنا نتمنى لكل المواقف او المشاكل تتحل وديا او بالطريقه السلميه. لكن اللي حصل، اللي انا حسب المعلومات وحسب ما حضرتك ذكرتي تفضلتي من قليل، ان النادي الاهلي عن طريق الكابتن محمود علام مدير عام النادي حرك بلاغ او بيعمل بلاغ، بيستعد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الالتراس. انا مش عارف، انا وجهه نظري انا مش عارف، مش قادر احدد لك اللي ده صح ولا غلط. انا شخصيا اللي هو يعمل بلاغ للنائب العام مش قادر اوصل اللي ده في صح تصريح على فكره او كمان غلط. عشان انا كان حضرتك النقطه دي ان هو كان بيقول انه للصبر حدود. احنا بنصبر ونتحاور وكل حاجه بس للصبر حدود. طبعا للصبر حدود. بتفكريني بام كلثوم الجميله الراحله السيده سيده الغناء العربي. هي وصلت برضو اللي هي في احد الاغاني قالت للصبر حدود. انا بقول ان النادي الاهلي وفعلا الالتراس في بعض الاحيان تجاوز كتير جدا من المواقف. قدر اللي هو يسبب عداء. يعني بعض الناس اللي بيدعوا لإعادة الدوري أو عودة الدوري بمعنى أصح متضايق من حاجات الألتراس. حتى بعض الإعلاميين الكبار جدا جدا دعوا للقضاء على الألتراس وحل الرابطة أو غير ذلك. لكن أنا شايف ان دول مجموعة شباب متحمسة، مؤهلات متوسطة مؤهلات عليا، وبيجمع طوائف وطبقات وثقافات مختلفة. ده يهمنا جدا اذا قدرنا نوظفه لصالح الدوري من خلال تنظيم مباريات. مش عيب، يعني مش عيب ولا حرام اللي احنا نعمل زي اوروبا وناخد منهم جزء معين كل ان شاء الله بالدور. 500 او 1000 او 2000 واحد ينظم المباريات كده. وكمان انا اقترحت وبداوا يفكروا في الاقتراح فعلا، ويمكن على وشك التنفيذ على ارض الواقع، ان هو جميع مباريات الدوري اذا ان شاء الله كتب اللي هو يعود هتبقى داخل ملاعب الجيش عشان يبقى في كنترول للجيش. طبعا انت عارفه منظمين وكده في ملاعب الجيش. استادات عسكريه 9 استادات. طلع الجيش اللي هو قوه اللي هو في كوبري القبه مثلا، بحرس جهاز الحدود الرياضه، اللي هو جهاز الرياضه، استاد الكليه الحربيه بالظبط الكليه الحربيه في اسكندريه، برج العرب وكده، الفرعي والرئيس والماكس اعتقد. وكمان ان كل الحاجات دي ممكن استاد السويس برضه مش هننساهم. السويس حبايبنا طبعا، استاد عجرود اللي هو في السويس ده تبع الجيش الثالث الميداني. اعتقد اللي يقدر يبقى فيه سيطره. وانا انا مش شايف اللي هو فيه مشكله خالص ان كل اللي يتعمل زي ده. مش عايز اقول فلسطين محتله وبيتلعب فيها الدوري ومن غير جمهور، ده عيب قوي اللي في حق مصر. التاريخ والجغرافيا والتربيه القوميه زي ما بنقول، والدوري ما يستأنفش. ده بسيط جدا الدوري يستأنف. وال5 مليون اللي الناس عايشه باللي انت شايفه بيحصل دلوقتي ينفع يستأنف؟ ينفع يستأنف في ملاعب الجيش ومقفول من غير جمهور، بدون جمهور في ملاعب الجيش، ونسيب السيطره. طب النهارده التدريب للجيش. كان من غير جمهور. لا، ما هو التدريب وارد جدا لان حضرتك بتقولي فيه امن. انا معترض جدا على حكايه اللي حضرتك بتقولي فيه امن. مش كلامي والله. لا، ما هو مش كلام حضرتك. انا عارف. بس انا بقى انا في الشارع وبشوف. وكنت على النادي الاهلي وفي مدينه نصر عند الشروق، والنادي الاهلي مدينه نصر الجديد، وشايف. كنت رحت النهارده؟ كنت موجود في مقر اهلي مدينه نصر. الاهلي مدينه نصر. وليا يعني مش عايز اقول لك اللي انا يعني عديت سريعا كده، طبعا زحمه كبيره جدا جدا، والامن ما كانش متوفر بالشكل الكافي. واتمنع النادي الاهلي، منعه فعلا. وفعلا كان في حوالي يمكن 50 او 100 جوه النادي الاهلي، وفي جوه عند اللاعبين حوالي 200 مثلا من افراد الامن المركزي، وحتى الجيش تقريبا بدا هم يتصلوا بيه. وكل ده حصل بعد اتصال لعمرو فاروق اللي هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي ووزير الرياضه لوزير الداخليه. انا برضو عايز ارجع تاني اقول ان الالتراس هم دلوقتي شئنا ام ابينا هم موجودين في المجتمع المصري زي اي طبقه او زي طائفه يعني. بس انا فهي ظاهره. ايوه بس طبقه او طائفه ليها مطالب وعايزه تنفذها ومصره عليها ومصره على موقفها. يعني النهارده مصرين على تاجيل الدوري لحين القصاص. ايه رايك في الطلب ده؟ لا طبعا، هو الطلب برضو الى حد ما هو يحمل في طياته او بين السطور زي ما بنقول هو في يعني لهجه تهديد. وللاسف الشديد بعد الثوره الشريفه اللي هي الثوره المجيده 25 يناير الشريفه والمجيده معا زي ما اتفقنا، ان كل الناس اي حد بيصحى بدري يروح يعمل لي مظاهره، اي حد بيصحى بدري يروح يقف قدام القصر. الكلام ده مش هينفع، الكلام ده غير مقبول اطلاقا. نترك القضاء يعمل بحريه وشفافيه ونزاهه طالما ارتضينا بهذه الامور. عايزين نقول يعني نصبر شويه. نصبر شويه. يعني الموضوع زي برضو واحد يقول لي موضوع ال100 يوم، هو احنا في مدرسه؟ ندي فرصه.
ندي فرصه للناس، لان يعني زي رئيس جمهوريه 100 يوم وبعدين نحاسبه، عيب، ما يصحش. هي دي برضو اعتقد اللي دي لازم نديها فرصه، على اساس طبعا ان كان فيها وعد وكلام وخطه منظمه. ده بالنسبه ل 100 يوم، بس انا مش عايزه اخرج على لا انا الموضوع. مش هقول، انا مش عايز اتكلم في السياسه، بس انا قلت برضو يعني ايه اللي هي موضوع الالتراس. انا شايف اللي لازم نقعد معاهم، لان كده الامر بقى تطور في بشكل. مشكله دلوقتي انه الالتراس ابتدى يرفض ان هو يقعد في جلسات حواريه مع بعض الاشخاص، او رافضين مثلا كلام من الاداره لان هم عايزين مثلا الاداره تمشي. يعني في امور برضو ابتدت انه الفجوه تتسع. مين اللي ممكن يفتح حوار مع الالتراس تاني ويخليهم يقتنعوا بكلامه؟ طب هل تتخيل حضرتك لعيبه النادي الاهلي زعلانين من الاداره في النادي الاهلي لان ما حدش سال عليهم، ولا رئيس النادي بعد الاحداث ولا حد سال ولا قال لهم ايه اللي حصل، ولا في ما فيش ولا عضو مجلس اداره ولا اداره؟ يعني لو هنعترض بعد احداث النهارده احداث النهارده، تخيلي ما حدش سال كابتن حسن حمدي ونقول النادي الاهلي المبادئ بس دول لعيبه بيتعرضوا لهجوم، سواء حتى لو الناس بتهزر. يعني انت عندك جوه النادي 3 4000 من الالتراس وبره اكتر، فازاي انت كرئيس نادي حتى ما تكلفش خاطرك ترفع سماعه مثلا ب5 قروش وتتصل تقول له يا ابو تريكه ايه الدنيا عامله ايه؟ يعني تتصوري حضرتك ان ابو تريكه هو اللي خلص الموضوع؟ يعني اللعيب الخلوق ابو تريكه هو اللي راح قعد او تفاوض مع الالتراس، وهو اللي اخرجهم من النادي. لا معلش، ما انا بقول لك التراس النادي الاهلي استجاب لابو تريكه لما راح اول واحد هو خرج لهم، بعد كده وائل جمعه، بعد كده احمد فتحي، مش مشكله. لكن بس هو دخل برضه في مشادات ويعني اللي هو لا مع بعض اللعيبه. مين؟ سيد معوض ده الالتراس. الالتراس في هجومه، واحمد صديق كمان حاول يعتدي على سيد عبد الحفيظ اللي هو مدير الكره. لكن الكلام دون انتهى بعد 3 ساعات او ساعتين من الحصار تحديدا، مثلا وصل 3 ساعات بعد مفاوضات تاجر السعاده الخلوق محمد ابو تريكه، لما قعد مع الناس او اتفاوض مع رابطه الالتراس، وقدروا الناس يعني عايز اقول بشياكه، يعني اللي هم يقدروا يحلوا الحصار، وطلعوا من بره النادي، من النادي خالص بره بعد حصار ساعتين.